يا مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معانا النهارده فطيرايه جامده متجمده زي ما انتم ما شايفين كده قدامكم. عماله اخبط عليها مش عايز تفتح خالص. الفطيره دي يعني هي كانت جايه لي طريه وطازه ومتظبطه اخر تظبيط. كانت مفروضه على السوا على طول، ولاني انا كسوله زي ما انتم عارفين اخدتها زي ما هي، حطيتها في كيس وحطيتها في الفريزر. يا ترى يا هل ترى هتطلع عامله ازاي لما تطلع ولما تستوي؟ يا خوفي تكون مكتومة وما تنفش، وكمان ما تعملش طبقات، او يعني لما نشوف هتشتغل معايا ازاي. انا كسولة اعمل ايه؟ انا طلعتها قبلها بيوم تهدى خالص اهي، بصوا كده اهي ايديا بتخش فيها والبصمات تمام، يعني طريت خالص وريحت زي الفل. طلعتها من بالليل وحطيتها على الرف، والصبحية طلعتها تهدى خالص ما تبقاش ساقعة. جبت صينية، طبعا اول حاجة شغلت الفرن على درجة عالية جدا، يعني 200 ل 220 على حسب فرنك. تمام. جبت معلقه سمنه بقى بلدي واحطها لتحت، علشان برضو اكيد هي من التلاجة او من الفريزر. دي في الفريزر وبقى لها اكتر من اسبوع يعني. هتكون مسكت السمنه بتاعتها او الزبده بتاعتها، فحطيت لها كده معلقه كده تصحصحها بقى، وعشان كمان ما تلزقش تحت ونكتر الدسامه يعني. تمام. انا سبتها تفك خالص وتريح زي ما انتم ما شايفين كده، وطريت وصوابعي بقت ايه بتخش جواها، يعني هي مش ساقعه. هي فكه خالص، وهبتدي افرد بقى زي كانها يعني آم، لسه معموله. هي تبان لي وانا بفردها ان هي ناشفه سيكه عن ما هي طبعا كانت معموله، يعني بقت يابسه مش ناشفه يعني، ما فيهاش دسامه او ما فيهاش حاجه دهون. لا هي بقت يابسه، العجينه بقت يابسه نسبيا عن ما بتكون هي لسه طبعا طازه. المهم فردتها، وطبعا زي ما انتم عارفين لازم مش هنفرد قوي العجينه، مش هنعملها سمكها رفيع، احنا هنعملها سمكها تخين شويه علشان تبقى مورقه وتدي معايا طبقه كويسه، وتبقى يعني ما تنشفش على نفسها قوي. تمام كده انا فردت كده بالشكل ده، وهسيبها بس يا دوبك مفيش 10 دقايق كده تريح مع نفسها تاني وهي في الصينيه بعد ما فردتها، عقبال ما بس ايه الفرن بتاعي يسخن قوي. تمام كده اهو، انا بقول لكم هسيبها بس ثواني عقبال ما الفرن بتاعي يسخن، يعني 10 دقايق كده الفرن سخن فيهم. ودخلتها على درجه حراره 200 عندي انا عشان الفرن بتاعي عالي. وبص طلعت بالجمال ده، بص منفوخه ازاي، هي فرقعت من كتر النفخ. وهشة جدا، طعمها حلو جدا، اللون بتاعها خطير. تعالوا نفتحها مع بعض ونشوف شكلها ايه. بس اول لما بقى عقبال ما انا بفتح واقطع تكوني انت حطيتي اللايك وحطيتي وعملتي اشتراك في القناة لو بتشوفيني لاول مرة من اليوتيوب، ولو انت بتشوفيني اول مرة من الفيسبوك ما تنسيش تعملي متابعة للبيج بتاعي وتسيبي كومنت حلو. يلا بقى كده بصي كانت سخنة مولعة مولعة، بس بجد بجد طلعت طعمها جميل. دي بقى هتنجز معانا، نعمل بالواحدة والاتنين ونحطهم في الفريزر مرة واحدة، وقت ما تحبي تستخدمي تطلعيها قبلها بليلة وتفطري على الصبح بقى فطير وجبنة وبيض، وتدلعي نفسك في الدراسة. يعني مش معنى ان انت هتخشي الدراسة مش هنعرف نعمل الحاجات الحلوة دي. تسلم ايد اللي بعتت الفطيرة الجامدة دي يعني، ربنا يخليها ليا. كانت عايزه تاكلها لنا طازه بطازه كده ونعملها على طول، بس انا كسوله بقى حطيتها في الفريزر، وده كان من اهم يعني الفيديوهات ان انا اشوفها بقى بعد ما تطلع من الفريزر هتكون عامله معايا ازاي. شايفين مورقه ازاي وطعمها عامل ازاي؟ تسلم ايد اللي فرد واللي عجن. هنعمل فيديو مع بعض جديد بطريقه من عند ماما، هنروح لها هناك ونشوف الطريقه بتاعه العجن شكلها ايه وازاي عملتها مورقه كده بالطريقه دي. واستنوني في فيديو جديد، ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش اللايك والشير وكومنت مشجع منكم علشان نعمل فيديوهات كتير تساعدنا في ايام الدراسة اللي احنا تملي بنبقى مضغوطين فيها ومش عارفين نعمل اي حاجة اثناء المذاكرة. يلا باي باي.